لو بتدور على موبايل في حدود ال 10000 جنيه كده ومحتار تشتري ايه وخايف يضحك عليك، خليني اقول لك. مبدئيا كده عايزك تسيبك من اي موبايل في السوق باستثناء الثلاث موبايلات دول: السامسونج الجالاكسي الاي 17 اعلى نسخه فيه، والريدمي نوت 14، والانفينكس الهوت 60 برو بلس. بس اكيد الفيديو مش هيخلص لحد هنا، يعني لازم اقول لك عيوبهم ومميزاتهم الاول. بالنسبه للسامسونج الاي 17 فهو هيديك تحديثات بتوصل ل6 سنين، فبالتالي لما الوقت يعدي هتحس دايما انك معاك موبايل تقريبا جديد. بس عيوبه بالنسبه لي انا، واجهه سامسونج تقيله قوي على الفئه السعريه دي، خصوصا بالمعالج اللي جايب الموبايل ده الهيليو جي 99، معالج كويس ولكن محتاج سوفت وير غير ده. طبعا علبه الموبايل اللي فاضيه ما فيهاش شاحن، البصمه اللي بطيئه نسبيا، والشبكات اللي اقل من كل المنافسين، ومفيش مستشعر مكالمات حقيقي. وبالرغم من العيوب دي فانا حطيته عشان الناس اللي بتحب سامسونج. اما لو انت زي حالاتي ومش فارق معاك الشركه اصلا، المهم الموبايل، فبالنسبه للريدمي نوت 14 فاولا هو جايب واحده من احلى الشاشات في الفئه السعريه دي كلها، 2 تجربه صوتيه استثنائيه داعمه للدولبي اتموس وستيريو سبيكرز، كاميرا خلفيه محترمه وبطاريه عملاقه. بس عيوبه ما عندكش ان اف سي عشان تعمل المدفوعات بتاعتك زي كارت الغاز مثلا، و2 ما عندكش مستشعر مكالمات حقيقي. لو عايز بقى تمسك موبايل مميز شويه في الفئه السعريه دي فهتروح للانفينكس الهوت 60 برو بلس. ده انحف موبايل ممكن تمسكه في حياتك، شاشه رائعه وسطوعها ممتاز تحت اشعه الشمس، معالج جيد جدا، وتجربه سوفت وير خفيفه قوي على الموبايل. بس عيوبه اولا التجربه الصوتيه ما كانتش اقوى حاجه، تاني حاجه التصوير او الكاميرا اقل من المنافسين. تقول لي يا عمر انت لو بتشتري هتشتري مين فيهم بالترتيب؟ هقول لك من غير ما افكر كده، الريدمي نوت 14 ثم الانفينكس هوت 60 برو بلس واخرهم الاي 17. تقول لي غميت عينك ليه؟ اقول لك ما اعرفش. ولو عجبك الفيديو اوعى تنسى تتابعني عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول.